أول حاجة مش قادر أفهمها ومش قادر أستوعبها فكرة اللعيبة اللي تروح الأهلي والزمالك، يعني بُص ما تبقاش شايفة قدّامها، مش شايفة قدّامها فعلًا، في الملعب مش قادرة وفي التمرين مش قادرة وإصابات تطلع فرق تاني برّه بسم الله ما شاء الله بلغة الكورة بيطلّع نار من بُقّه. أكبر دليل أو اللي خلّاني لاحظت الكلام ده عمر الساعي وصلاح محسن في المصري. الاتنين عاملين موسم هايل جدًا بسم الله ما شاء الله، ربنا يبعد عنهم الإصابات ويكمّلوا مشوارهم، وعاملين مساهمات تهديفية عالية في المصري، وأحد أسلحة النادي المصري الموسم ده رغم إن هم في الأهلي صلاح محسن ده نسي الكورة في الأهلي، كان إصابات، يروح أي فرقة غير الأهلي بسم الله ما شاء الله يتألق، سموحة يتألق، في إنبي كان متألق، في المصري متألق، بسم الله ما شاء الله. وفي سيراميكا برضه يعني قدّم موسم كويس أو موسمين كويسين، نفس الكلام عمر الساعي، عمر الساعي في الإسماعيلي كان مكسّر الدنيا، جه الأهلي أنا آسف في اللفظ، ربّى كرش من القعدة على الدكة، يعني خلاص ده بقى مش نسي الكورة، ده فعلًا كان نسي الجري، كان نسي شكل الملعب، كان خلاص كان حتى بينزل الملعب فاقد ثقته في نفسه. النهارده في ماتش المصري والمحلة يعني بصراحة الفترة اللي لعبها كان بيقدّم لمسات فنان. كرة على الطاير ياخدها، كرة من مرّة واحدة ياخدها، كرة يشوط بالشمال، كرة يشوط باليمين، بالهيد، بيرفع، بينيات، كان خارب الدنيا النهارده. صلاح محسن ماتش الزمالك كان مكسّر الدنيا رغم الهزيمة، بس كان هو مصدر الخطورة أو أحد مصادر الخطورة المهمة للمصري. في ماتش المحلة جاب جون وكان برضه أحد مصادر الخطورة وعمل كذا كورة وكورة في العارضة طيب مصطفى فتحي كان في الزمالك كده ولمّا راح بيراميدز كسّر الدنيا. ناس كتير بالمنظر ده. هنا السبب فين؟ يعني أنا مش لاقي لها تفسير، في ناس تقول لك أصل التيشيرت، أصل الجمهور، طب ما هو مثلًا يعني بيلعب في المصري، المصري نادي جماهيري، بيلعب في الإسماعيلي، الإسماعيلي نادي جماهيري مش نادي صغير، طيب إيه الفرق بقى بين هنا وهنا؟ ده أنا مش قادر أفسّرها، لو حد عنده تفسير يرُد عليَّ فيه.